السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أنا محمد سعد في برنامج راديو على ما تفرج حلقة جديدة. والنهاردة يا سادة احنا رايحين رحلة، بس مش أي رحلة يعني. دي رحلة في يوم مصري أصيل، من أول النقطة اللي المنبه بيعمل فيها انقلاب عسكري لحد اللحظة اللي الواحد يرمي نفسه على السرير ويقول يا رب نام. لكن في البداية بحب أبدأ الحلقة بتاعتي بمثل كان تعليق الحقيقة في الحلقة اللي فاتت من عصافير الجنة، وكانت بتقول من فات قديمه تاه. المثل ده بصراحة عجبني جدا لأنه ماشي مع جميع المواقف، ماشي في أي حاجة، عامل زي الملح كده اللي في الأكل. معناه ببساطة اللي ينسى أصله وتجارب زمانه وقيمه بيضيع ومش بيعرف يمشي صح في الدنيا. المثل ده بيأكد على فكرتين: أول فكرة إن الأصل مهم، عيلتك، تربيتك، القيم اللي اتربيت عليها. والفكرة التانية هي الخبرة القديمة بتعلم، اللي ما يتعلمش من اللي فات أو يحاول يقلد الجديد بس من غير أساس ده بيضيع. وبيستخدموه لما حد بيحاول يقلد أسلوب حياة مختلف عنه أو يمشي في طريق مش بتاعه وينسى نفسه الأصلية. والقصة الشعبية للمثل ده اللي هو من فات قديمه تاه، كان في زمان إحدى القرى كان في نجار مشهور جدا، وكان شاطر وبيعمل شغله بإيده من غير مساطر ولا مقاسات، وكل اللي في البلد بيعتمدوا عليه. النجار ده كان دايما بيقول لابنه اوعى تفتكر ان الشطارة في الجديد، بس اتعلم الأول وده اللي هيثبتك. الابن كبر وشاف ناس جديدة دخلت المهنة بأدوات أحدث وأشكال تانية، فحب يسيب شغل أبوه ويقلدهم. بدأ يعمل شكل كل حديث، وقرر إنه كمان مش محتاج يتعلم طرق قديمة ولا طريقة أبوه، فسيب القديم خالص. مع الوقت شغله باظ، الزباين قلت، بقى بيعمل حاجات شكلها حلو قوي لكن من غير أساس، فبتتكسر بسرعة. الناس قالت الواد ده ضاع وده نسي اللي اتربى عليه. أبوه ساعتها قال له جملة اللي بقت مثل: من فات قديمه تاه. يعني اللي يترك خبرته وأصوله ويتعلق بالجديد بس من غير ما يكون فاهم هيضيع ويتخبط، لأنه فاقد الأساس اللي كان هيثبته. طيب ليه المثل ده انتشر؟ لأن المثل ده بينطبق على كل حاجة زي ما قلت في الأول: اللي ينسى أصله، اللي يسيب عادات أهله، اللي ينسى دروس زمان، وكمان اللي يسيب الحرف القديمة من غير ما يتقنها. المثل ده بقى رمز للحكمة المصرية اللي بتقول القديم مش محتاجك تتمسك بيه بالعافية، بس لازم تتعلم منه. راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على مزاج. نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهاردة، وهو رحلة اليوم المصري الأصيل. البداية معانا وهي المصري والمنبه وصراع البقاء. أول طقس في اليوم هو معركة المنبه. المصري عنده قدرة خارقة إنه يتعايش وينام مع أي صوت، يعني حتى لو صاروخ نازل من السماء والمنبه يصرخ والمصري يقلبه على وشه، آخر حاجة المنبه بيقولها قبل ما يتكسر: يا جماعة حد ياخدني من هنا. نيجي للحاجة التانية وهي القهوة، الركن اللي من غيره اليوم بيبقى بايظ. بمجرد ما يصحى أول طقس مقدس هي القهوة. المصري ما بيبدأش يومه من غيرها، ولو شربها غلط اليوم بيبوظ. أنا واحد من الناس ده يا جماعة على فكرة. في بقى اللي بيشربها سادة عشان يقولك أنا راجل جد، وفي اللي بيشربها كابتشينو ويقولك أهو بحاول أعيش، وفي هنا بقى النوع الخطير اللي ما بيشربش قهوة أصلا لكنه متنرفز زيه زي اللي مشربش. روح حد اعمل لي شاي. ما هو في ايدك اهو يا معلم. اهو اعمل شاي عشان الكوبايه اتكسرت. ما هو الكوبايه في ايدك يا معلم. اهي روح اعمل شاي بقى. ماشي، ايه نصيبها كده، فداك يا معلم. حاضر. تالت حاجة معانا وهي المواصلات، المسرح المفتوح. طقس المواصلات ده لوحده عايز مسلسل. مواطن يجري، تاكسي يهرب، ميكروباص يولع، واحد واقف مش فاهم هو رايح فين اصلا، وفي النص ده كله تلاقي واحد بيتكلم مراته في التليفون وهو بيقول اهو طالع، اهو واقف، اهو اتحرك، اهو مش عارفين فين. ده تقرير حركة مرور كامل لوحده يعني. خد واحد يا اسطى. خد اثنين. خد ثلاثة يا اسطى. خد أربعة. خمسة يا اسطى. ستة. هو أمر. ده ميكروباص. حاسب يا سيدي، باخد الكده اللي جنبي ورايح حاسب يا سيدي. ماشي ليك موقف هتقف فيه حالة. نيجي بقى للشغل وطقس نبدأ بعد الشاي.
أول ما المصري يوصل شغله ما بيبدأش الشغل على طول، لازم طقوس. أول طقس بقى كوباية الشاي، تاني طقس معانا واقفة جنب الشباك، تالت طقس فتح اللابتوب وقفل اللابتوب، وبعد ساعة من طقوس الاستعداد بيبدأ يعني. راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على مزاج. بعد المعركة اليومية دي المصري بيرجع بيته بفكرة واحدة: أنا عايز أنام. انا عايز انام يا جميل، انا عايز انام يا جميل، مش قادر، عايز انام. مش هتنام. بس لا، لازم طقوس. لقمة صغيرة، شاي، قعدة قصيرة، شوية كده على التليفون، والذكريات بقى من 2014 تظهر فجأة لحد ما ينطفي فجأة زي موبايل خلاص شحن. اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب؟ مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. في النهاية يا أصدقائي بنقول إن الطقوس المصري مش مجرد عادة، دي الطريقة اللي بنحاول بيها نهرب من ضغط الدنيا. كل واحد فينا عنده تفاصيل صغيرة هي اللي مخليه قادر يكمل، وعلشان كده افتكر دايما اللي يفهم طقوسه يفهم نفسه. مش محتاجة حاجة يعني. وبكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظرونا إن شاء الله في لقاء متجدد يوم الخميس القادم الساعة 7 في حلقة جديدة هتكون خفيفة على قلبكم وتكون جميلة زي ما بتحبوا. طبعا مستني رأيكم في التعليقات، وتذكروا دائما بأن حياتكم هي لوحة فنية ألوانها القول وأشكالها العمل وإطارها العمر، ونحن راسموها. فإذا انقضت حياتنا اكتملت اللوحة، فإذا قامت القيامة عرض كل إنسان لوحته، فابدع في لوحتك ما زالت الفرشة بيدك. ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو، نغني ونضيف ضحك قصة ومشوار